عايز تستثمر فلوسك في مجال مكسبه مضمون وصعب جدا تخسر فيه؟ انا هقولك. بس الاول، انا احمد عامر وده علم الجيم. المجال اللي بكلمك عنه هو الزراعة، وعشان تفهم قصدي لازم تعرف ان الزراعة هي اكتر قطاع بينتج في مصر، وكمان اكتر قطاع بيصدر انتاجه للخارج، يعني مكسبك بالدولار واليورو. مش بس كده، اكبر قطاع صناعي تصديري في مصر هو القطاع الغذائي اللي مرتبط بنسبة كبيرة بالمحاصيل الزراعية، يعني باختصار فرص كتير جدا للمكسب والنمو. بس الزراعة محتاجة ارض وفلوس، امكانيات كتير. ازاي هتوفرها؟ اولا، ما تشيلش هم الارض، لانك تقدر تقدم على الارض من شركة تنمية الريف المصري، ودي المسؤولة عن استصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان، وتقدر تاخد منها الارض بتسهيلات كتير، وهسيب لك لينك التقديم في الكومنتس. طبعا انت محتاج دلوقتي معدات زراعة وبذور وسماد، وقبل ده كله عايز تعرف هتبيع انتاجك ازاي ولمين. برضو الحل سهل، وهتلاقيه في مشروع اسمه اجري كاش، وده بيقدم للمزارع كل التسهيلات المالية اللي بيحتاجها، وكمان من غير فوائد، وممكن يمدك بالمعدات اللي هتحتاجها وبالسعر الرسمي بتاعها، غير انه بيقدم لك دعم فني وكل المسائل المتعلقه بالزراعه، ومش هيسيبك وقت الحصاد. ده بيساعدك تسوق محصولك وتبيعه. بعد اللي انت عرفته ده، ايه اللي ممكن يعطلك عن الاستثمار الزراعي؟ لو عندك مجالات تانية في الاستثمار يا ريت تقولها لنا في الكومنتس.